ليه بنخرف في البنج؟ اصعب كابوس بيجي للشخص قبل ما يعمل العمليه، يا ترى انا هخرف ولا لا؟ ولو خرفت هقول ايه؟ ما هو في حاجات ما ينفعش تتقال برضه، وكل واحد عنده سر جوه منه ومداريه اروح انا قايله في البنج. خليني في الاول اطمنك واقول لك ان مش اي بنج هيخليك تخرف، لان في اكتر من نوع من البنج. منهم مثلا البنج الموضعي اللي بيخدر مكان محدد واللي بيستخدموه دكاتره الاسنان، ده مش هيخليك تخرف. وفي برضه البنج النصفي اللي بيخدر جزء من الجسم لكن الشخص بيبقى فايق عادي. لكن المشكله كلها في البنج الكلي. احب اقول لك ان انت في البنج الكلي مش بتبقى نايم، انت بتبقى فاقد للوعي تماما، كل حاجه في جسمك متوقفه، لان البنج الكلي بيوقف الجهاز العصبي المركزي. ولما بيبدا دكتور التخدير يفوقك ويوقف مفعول البنج، بتبدا كل حاجه تشتغل مره تانية، تركيزك، ذاكرتك. في اللحظه دي بقى انت ممكن تخرف، ممكن تقول كلام متداخل ملوش علاقه ببعضه، وممكن تحكي بعض الحاجات الحقيقيه. لكن الحمد لله الدكاتره بياكدوا ان الكلام اللي بيتقال مش بيبقى ليه علاقه ببعضه، يعني اللي هيعرف يحل التعويذه دي لازم يبقى شخص